اشتروا سلاحكم وجهزوا نفسكم، نندقوا بعد ذاك شنو نقوا غب مش زي المرورو، بعد ذاك بنظبط لكن طول ما حميدتي قاعد وطول ما الكيزان ديل قاعدين وطول ما الورجه غدا قاعد وطول ما الادارات الاهليه قاعدين الامور ما بتمشي. نمشي قدام شويه كده لانه الليله عندي شغل كثير جدا. ف طيب 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 شايفين تعرفوا الزول ده يا جماعه؟ الزول ده تعرفوه يا جماعه؟ ربما يمكن الناس شافوه في التواصل الاجتماعي. كلام الطير في الباقير. طيب انت جاي هنا ده هارس حبوبتك هنا جاي اللايف هنا ده لايف ده بتاع ابوك هنا، ما تمشي طوالي شوف لك مع اي لايف تاني. لو انت موجه السؤال ليهم هم تكتب اردول، لكن تكتب كده كلام الطير في الباقير لو ما انا استاذك كان ما جيت هنا يا وهم انت. طيب شايفين تعرفوا الزول ده يا جماعه؟ الزول ده تعرفوه يا جماعه؟ انا ما قاعد اركز في التعليقات كثير، لكن اي تعليق ركزت فيه برد عليه وبحضره طوالي. تعرفوا الزول ده يا جماعه؟ ابو احمد شنو ما تقول؟ ابو احمد الضيز يا محمد نصر الدين. تكمل ابو احمد ده، انا قدامك ده ما اسمي احمد. طيب اول حاجه ده ابو احمد الضي اتوفى اليوم، وانا لله وانا اليه راجعون. الدنيا فانيه، لكن رساله للادارات الاهليه الدارفوريه بالتحديد، رساله لكم انتم يا ايها الخونه. شايفين الزول ده؟ الزول ده اللي فات شايفينه؟ قد السرق. وكلنا نمشي انا لله وانا اليه لراجعون. كلنا نحن حنفوت جايك ربيع اصبر وكل الشغل ده جد بيجي مرتب. فالزول ده يعني اكيد اولاده جنجويد. يعني هو يكون شنو يعني؟ يعني انت لو يعني انت يعني معقوله انت لو قاعد في مع الحراميه في بيت الحراميه والعزابه حراميه يعني انت محترم يعني؟ لا، ولا انا باكل اللحمه ولكن بشرب الشوربه وما باكل اللحمه. انت قاعد مع الحراميه معناته انت حرامي. انت اولادك جنجويد معناته انت جنجويدي. لا يمكن يكون اولادك انت جنجويد وقتلوا ومجرمين ومطبلاتيه لحميتي وانت تكون شنو؟ ما الله اكرم الله، يا رمضان كريم هاي بعد بكره ان شاء الله ولا بكره بعد. كويس. فالمهم فالزول ده يا جماعه رساله للادارات الاهليه وعلى راسهم السلطان دار مساليت. ان شاء الله نتمنى لك يعني ان شاء الله زياره وزفه زي ابو احمد الضي. انا لا اشمت في ابو احمد الضي، لكن هذا الراجل كركم. تعرفوا الكركم؟ الزول ده زي الكركم. هسي احمد الضي متضايق بالاوروبا يا جماعه. عليك دينك الزول ده لو ما بقى افريقيا ثاني منو اللي بقى افريقيا يا جماعه؟ ده كبار الادارات الاهليه. اكيد اولاده مطبلاتيه للجنجويد والقتله والمجرمين. اكيد هو ذاته بكون قاتل. والله الليله ده الليله بقول له انت وين؟ الليله في بيت الدود والذل والحوان. نفس الزول ده ماضي يا جماعه. كلكم الادارات الاهليه اللي قاعدين تاكلوا دم اهلنا، اللي قتلتوا اهلنا خليتهم في معسكرات النزوح واللجوء، قسما بالله الذي رفع السماء بلا عمد كلكم تمشوا. اقسم بالله تمشوا. شايفين الراجل ده؟ قسما بالله تمشوا. لو عندكم دين ولو عندكم احساس ولو عندكم شرف ولو عندكم حنيه على الاطفال والنساء الموجودين في معسكرات النزوح بادارتكم الاهليه وبحركاتكم المسلحه جد، كلكم جد ما عندكم دين ولا عندكم رحمه ولا عندكم شرف ولا عندكم كرامه. ما تتكلم يا زول. والله يا اخي ما عارف مني نطه ومني قال وانا وبتاع ده كله لولو ساكت. ده كله كلام فارغ ساكت يا جماعه. كويس؟ ده كله كلام فارغ وفضفاض وما بينفع ذاته. طيب قال يا اخونا احمد الضي ده اكبر جهاز امني. معروف يا زول. ما اكيد طبعا ما ممكن انت تكون وسخ وابوك يكون زول كويس، لانه مش هسال اي زول قول له شنو؟ قول له الفي والدك تم الباقي يا جماعه. الفي والدك ماله؟ الفي والدك بقالدك. يعني الشيء في والدك ده بيجيك انت. انت لو صح معناته ابوك صح. اكيد انت لو زول صح وزول راجل شهم وزول ليك كلمه وكلمه وتقول يعني انت كده سيف. اكيد انت الكلام ده ما اكتسبته ساكت كده من الناس ولا الخبرات دي لقيتها كده ولا الشهامه والرجوله دي لقيتها كده من الشارع. لا، اكيد ده المرجعي من امك يا ابوك. اكيد.
وانت لو وسخ امك وابوك كويسين، انت طلعت وسخ، بطردوك من البيت، بقول لك لا 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 ما تقعد معنا نهائي. انت هتجي تركع وهتستسلم لاوامر امك وابوك. هسه الخواجات ديل ما هسه انت ما يا جماعه الخواجات ديل اقسم بالله العظيم الواحد بطش من البيت بمشي بعجر بيت بعد شويه بجي بكورك لامه. لكن طبعا انت الثقافه بتاع البلد ده يوم كده نشغل لايفات نجيب لكم هذه الفيديوهات هذه عشان تشوفوا. طيب ود الفار بطلع حفار حقيقه. طيب نمشي قدام شويه، نمشي قدام. رسلنا كده رساله للادارات الاهليه انه ابو احمد الضي مات وكلنا حنموت والدوام لله، ما في كلام في الموضوع. لكن هو ذاته اكيد جنجويتي كبير ومات، وبوصل رساله للادارات الاهليه الدارفوريه وعلى راسهم سلطان دار مساليد. ان شاء الله نتمنى له موته هنيه ورضيه يا ربي، يا ربي يا الله ينتقم منه، يا الله دمره وشتته وشتت شمله ويتم اولاده يا الله. ايش؟ لانه الناس دي دينهم دين هجر، ما تشوفوا كده ترى. ليه خميس كنو مع ذاته؟ خميس كنو المطبلات اول نبدا به. كشفوا يا جماعه، كشفوا خميس كنو يا جماعه. ها؟ كشفوا. قال لك وجبه افطار لعدد ما اعرف 4734 نفر طلبه، ولا ما اعرف 400 وشويه، ولا المهم الرقم ده يا جماعه ناس الرياضيات. بالله شوف واقف مع الجنجويت القاتل القذر المجرم. يا جماعه الناس اللي مع خميس يا جماعه الله ينعلكم ذاته، الله ينعلكم يا مناعيل، عليك دينكم وايمانكم تقودوا مع زول اللي اغتصب ارضكم وعرضكم. تقول ليه قالوا والله احمد كسر قال قال المفروض يقف مع خميس. انت وهم ولا شنو؟ انت موهوم في مخك ولا شنو؟ هذا الراجل قاتل يا زول، هذا الراجل مجرم مغتصب قاتل قذر. راجل ما شريف كله. طيب اي جسم نبت بسهولة النار اولى به. طيب نمشي قدام شويه يا جماعه، نمشي قدام شويه. خميس كودو الجنجويت انت ده انت منتظر منه حاجه؟ انت منتظر من القاتل حاجه؟ طيب نشوف الليله انا ماشي معكم واحده 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 واحد 1 باي 1. ناس تعمل شير يا جماعه جد، اللايف ده خليه يمشي يا جماعه، خليه يوصل يا جماعه، اللايف ده ضعيف جدا. طيب 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 نشوف هنا. انا كنت بشتري الربع بتاع اللبن، هسه بقيت بشتري بالشريط لانه بقى غالي، الحياه بقت غاليه يعني، حتى تواجدي بقى في البقاله او في السوق عموما بقى ضعيف جدا. بكتفي بحاجات بسيطه جدا بس يعني انا زمان يعني انا كان بشتري كان خضار بتاع اسبوع بقعد اسبوع كامل بشتري يعني حاجه كده بشتري لها 3 كيلو بتاع يعني بشتري لي فراخ طير وبشتري تقول لازم يجي خلاص ما قاعد اشتريها. بيشتري الحاجات الضروريه فقط، لكن بالنسبه للحاجات الغاليه الواحد بيتجنبها لانه ما في استطاعه كل انسان انه يقوم يشتري اي حاجه زي زمان يعني. اللحمه بقينا ما بنيجي جنبها، السمك بقينا ما بنيجي جنبها، اي حاجه بقينا ما بنيجي جنبها. والله الشعب السوداني ياكل ده كله يومي، والله العظيم تسالني منه الله بيض وطعميه صباح ومساء. الان انا ما عندي الطاقه اللي انا ممكن امشي بها كل يوم السوق والقى ثاني يوم باخذ حاجاتي على حاجات معينه. العدسه اللي كان موجود الناس بتعتمد عليه اللي بقى زايد. ده ابسط حاجه الان اللي كانت بتواطنها المواطن الان بيتناولها الان بقت في يده عاليه. في ظل السنتين الاخيره دي تعبانه خالص. يمكن الغلاء حرمتنا من بعض رؤيه الناس ما قاعدين نشوفهم ذاته، حرمتنا خالص يعني. يمكن واحد معنا نشوفه في الشارع. الغلاء ما من صالحنا، نحن الان فاتحين بيوت وعلينا مسؤوليات وعلينا مصاريف. الغلاء ما من صالحنا، كل ما حصل الغلاء البيع ادلنا، كل ما البيع ادلنا فادتنا. طيب ديل الناس شكوا وجزء طبعا معروفين يا جماعه، معروفين ابناء الشمال، تحياتنا لكم كلكم. ف المهم قالوا الروب والحق معهم. طبعا الحق معهم، الحاجات غلط والناس قالوا الروب، وربنا يرفع البلاء وينزل العافيه زي ما قالوا حالنا في دارفور. لكن كمان برضه في حاجه يا جماعه، ما هي دي 3 سنوات ولا 4 سنوات عايشين في السنه الرابعه، ناس تموت في جبال النوبه والنيل الازرق، موت. وعندنا ناسنا نحن اهلنا في مين دارفور ابشلاضين زي ده قاعدين في الخرطوم،
ما جايبين للدنيا خبر انهم اهلهم قاعدين يموتوا في دارفور. يتحملوا تحملوا شويه يا جماعه. انا اللي قدامكم اتحملت 84، اقسم بالله العظيم والله على ما اقول شهيد، وكان الرئيس انذاك اسمه ريغان، واكلنا بليله على ايش في القضارف تشتروا ايش؟ انا اللي قدامكم اكلت بليله انت وكل بليله ساكن. المشكله دي لازم تتحل كلها، تتحل كلها بعبد العزيز سكر. نثبت هنا عبد العزيز سكر لازم يجي يطرد الجنجويد ويفجغ الاحزاب الكرتونيه كويس، وبعد ذاك نمشي قدام. مش الله يصلح الحال ده. ما انت دقيقه اجيب لك فيديو، انا ما قلت ما الله يصلح الحال، الله يصلح الحال كله على السودان كله. ولازم في ناس نقتلهم، تعرف لازم يقتلوا ويذبحوا حتى بعد ذاك الامور بتتظبط. ثاني ما في حكومه، ما في دوله، الناس لسه لازم تذكروني في الله في انه انتوا اكلتوا بليله. انا ما حاقد على زول ولا حسود على زول، ولا البلد ده حق امي ولا بتشرف فيها على فكره، ولا بتشرف فيها ولا لكن انا داير الناس كلها تاكل، ما داير بس الشمال بس ياكلوا بس، كل البلد لازم تاكل سوا. طيب نمشي قدام شويه يا زول، حاجات غاليه ما قادرين تشتروا صح؟ كتمة صح؟ انا اكلت بليله، انت برضه اكلوا، انا اكلتها، انا ذا اكلتها اللي قدامك ده. انت منو؟ تاكل بليله بس مع الرقيقه تنقطع، مع الرقيقه تنقطع. نمشي قدام شويه. طيب عشان نذكرك لازم نذكرك الليله دايرين نخش جبال النوبه يا جماعه. نمشي الجبال يا جماعه، لازم نمشي الجبال. حتى بحايل بتاعنا، ملابس بتاعنا، العيش العدو ما كانت عبري فقط، برضو كانت مستهدفة في نفس اليوم في حتة يسموها مرديس، وهي عارفة إنه منطقة مرديس هي المصدر بتاع الإنتاج للمواطن، عشان كده شنت الهجوم على أساس إنه تحرم المواطن من المناطق بتاعت الإنتاج، وبعد ذاك تجوع على المواطن وتمرضه، والمواطن بعد الدلع يستسلم. احنا ما عارفين نعمل شيء، ما في يدنا اي حاجه، ناكلوا من وين ولا نشرب من وين. هو جيشه وميليشياته هم طرقوا من البيت وشالوا حقه كله مشروبات وحرقوا البيوت، يعني حسن جنب طلعنا في العالم وحسن في الكركوس. احنا محتاجين لاي حاجه، فريش، عاشر، اهتمام بصحة العيال، وزاد يحسوا بانهم بشر وعايشين على وجه الارض، لان نحن بقينا بس كانه حيوانات بنعيشوا في الجبالات. شوف كشف ديل ابناء جبال النوبه، لازم تعاين في اللايف ده يا زول، لازم الكلام ده يوصل لك حلقومك. ما نقول دارفور بس، ايوه دارفور تنزف وبتاع، لكن نرجع لاهلنا يعني في جبال النوبه، سودانيين اصليين لا عليهم غبار. لازم نجيب معانا حقهم. ديل سودانيين، انت عندك بيت ونايم وبس ما قادر تشتري خدمات، دي بيتك اروح على القضارف ولا اروح على كسله ولا امشي اي بلد يا زول، بيتك بيجيب لك كم مليار في الخرطوم، اعمل لك مصنع امشي ازرع في القضارف يا زول. بعد ذاك الخريف هسه جاي بي بيتك واشتري لك بيت في القضارف وباقي القروش استثمر واعمل لك تجاره وازرع ويلا اشتري لك توك توك وبتاع وظبط امورك وكده امورك طيبه. لكن كونك انت تعمل لك شلاطين وما تتذكر الناس اللي قاعدين هناك في الحامش في الطرف لجبال النوبه للنيل الازرق، حتى شرق السودان هناك، شفت تعرف شرق السودان برضه ما شغالين بيه. في واحد كده والله جد نكرر الفيديو ده لانه الفيديو ده مر جدا، لازم تشاهده وتعرف انه ديل سودانيين اصليين لا عليهم غبار، من الغصف ومن الذخيره خش جوا الكراكير، قاعدين جوا الكراكير زي ده. تخيل تاكل السمه البطري، تاكل السمه اللي يسممك، ناكل سوا ولا نموت سوا، ما في تاني، ما في ذي بعد ده. الله ده ذاته ما كريم ورحيم يعني. الله ده انت قال لك ظالم، الله ما ظالم، لا يمكن الله يظلمنا، لازم ندوق المر كلنا سوا. ولما يجي حكومه قوميه وطنيه تسير كل الشعب السوداني، لا يمكن يكون الناس قاعدين في الذل والهوان زي ده، لا يمكن.
ليه ليه في ناس ياكلوا وفي ناس تعبانين يا اخي؟ يعني هسه لو جم طلعنا في العالم وحسين في الكركورس. احنا محتاجين لاي حاجه، فريش، شوف الاطفال ديل اهتمام بصحة العيال، وزاد يحسوا بانه هم بشر وعايشين على وجه الارض، لان نحن بقينا بس كانه شوف يعني لما الذخيره تدق اللي يخشوا في النايده في الكراكيب، شوف ده بتاع الجبال ده، شايفين؟ بس يكونوا قاعدين زي ده بس. السودان ده حق امك ولا حق ابوك، انت بس براك تاكل وتربي لك شلاطين، انت ما في تاني. يا صاحبي ثقيل يا صاحبي، ما تجي تشكيله يا زلمه، تبكي اي هنا الغدار بقى خالي واللحمه وخلينا اللبن. كديس تشرب لبن يا زول. وشوفها ديل شوفها الصغموطين ديل ما يقول لبن تشرب، انت تشرب الحمص ربد. طيب دقيقة امسك البلوك ده مق مارق يا زول ميتين ابو اهلك ده عفن ولا شنو؟ تخرج جاي اصبر لي يا جنجويد، خليكم قاعدين. الليلة بدق الجنجويد درب، الليلة بدق الجنجويد ده بضربهم لك ضربة، الليلة بدقكم دق الجنجويد ده لما يجيبوا التم يخرينه. اصبروا لي شوية بس، جايكم في الليل بس، الليلة فيديو بس، فيديو بفجكم لك فجيخ. اصبروا لي بس، انا جايك بس شوية 1 باي 1 بس بشلتهم لك شليت الليلة. اصبروا يا جنجويد الليلة بالفيديو. لبي طيب نمشي شوية يا جماعة، ندق المطبلات ده سريع نشلته. طيب ندق المطبلات ده سريع. انا شو بدي اقوله من الكلام بتاع عبد العزيز الحلو. الكلام ده كلام خطير جدا يا اخوانا. ضربي انا بالنسبه لي والله الكلام اللي اتقال ده يعني كونه يطلع من المؤسسه العسكريه، كونه مؤسسه الجيش، وكونه مؤسسه الجيش ذاتها تصل مرحله